عملنا زي ميني اناليسيس بسيطة علشان نعرف الناس بتستخدم ايه وقت الحروق. وللأسف لقينا كمية خرافات وعادات غريبة الناس بتعملها أول ما يحصل حرق، والحاجات دي بتسوء الحالة أكتر ما بتساعد. خليني أقول لك على أشهر الافتكاسات اللي لقيناها. أول وأهم حاجة وهي معجون السنان، وده من أكتر الأخطاء المنتشرة. تخيل أنت جايب حاجة مليانة مواد كيميائية وبتحطها على الحرق، طبعا هتهيج لك الجلد، ده غير إنها بتقفل المسام وبتحبس الحرارة فزودت لك المشكلة أكتر. تاني حاجة التلج. تخيل انت عندك حاجة سخنة جدا وجبت عليها حاجة متلجة جدا، أول ما تحطها تسمع ايه؟ تش. بالظبط كده. التش ده في الجلد معناها إن الأنسجة اتدمرت، حصل تلف في الأنسجة، خلاص كده أنسجة الجلد باظت، الله يرحمه. تالت حاجة وهي الفقاقيع بتاعة المية اللي بتطلع على الجلد. تخيل انت ربنا مديك حاجات في جسمك تطلع طبقة حماية للأنسجة اللي باظت دي، فانت بتيجي بكل سهولة تقوم مفرقع الفقاقيع دي، فايه اللي بيحصل؟ انت بتقول للبكتيريا والميكروبات تعالي زودي لي الالتهاب اكتر. رابع حاجه تلاقي الناس بتقول لك حط زيت او سمنه او دقيق ساقع، اكيد مش هيفرق معانا الدقيق ساقع ولا لا، هي الفكره ان المواد دي اصلا بتحبس حراره، فبالتالي انت حبست الحراره جوه الحرق فزودت المشكله، وكمان المواد دي ممكن تنقل لك بكتيريا. تلاقي الناس تقول لك حط بياض بيض او عصير طماطم، الحاجات دي اصلا ملهاش علاقه بالعلاج، بالاضافه ان بياض البيض ده ممكن يعمل لك حساسيه، وعصير الطماطم ده حمض يا جماعه. تخيل انت دلوقتي عندك الجلد ملتهب، حطيت عليه حمض فبالتالي حصل تآكل في الطبقة السطحية بتاعة الجلد وزود لك الالتهاب أكتر. خلاص أنا مش هعمل حاجة من الحاجات دي وهحط قطنة أو منديل. الله يعلي العين، انت برضو بوظت المشكله، لان القطن او المنديل ديت بيكون لسه فيه شويه اثر منهم او شعيرات على الجلد، فبالتالي مش هعرف اشيلها وهتعمل لك بكتيريا وهتعمل لك التهابات. طب يا دكتوره انت حيرتينا، ايه الصح المفروض اعمله؟ اقول لك اول واهم خطوه انك تحط الجرح تحت ميه جاريه فتره، يعني من الحنفيه لمده من 10 ل 20 دقيقه. تاني حاجة شيل أي خواتم أو أكسسوارز موجودة في إيدك مثلا أو في المكان ده قبل ما يحصل تورم. تالت حاجة أغطي الجرح ده بشاش معقم لو هتخرج مثلا في مكان فيه هواء أو بكتيريا أو تراب أو كده عشان ما يتلوث، لكن لو قاعد في البيت يفضل تسيبه ينشف. 4. لو الجرح كبير عميق فيه فقاقيع كبيرة، كمان لو موجود في وشك او في مناطق كتير او في مناطق حساسه، يفضل تروح للطوارئ فورا. دلوقتي هديك هنت بسيطه على درجات الحروق. اول حاجه الدرجه الاولى اللي هي بيكون ايه فيها احمرار بسيط والم بسيط، اللي هو كاني اتلسعت لسعه بسيطه. الحل فيها ايه؟ ان انا هحط الجرح تحت ميه فتره زي ما قلنا. تاني حاجه ان انا بحط اي حاجه مرطبه، بنسينول ببنسين. تاني نوع اللي هو الدرجه الثانيه ده بيكون فيه الالم اشد شويه وفيه احمرار وفيه فقاقيع الميه اللي اتكلمنا عليها، ودي يفضل ان انت تروح للدكتور او الصيدلي يشوفها علشان على حسب الحجم والمكان هيقول لك هتعمل ايه. 3 اللي هي الدرجه الثالثه دي بقى الجلد يا اما بيكون ابيض يا اما بيكون اسود ومفيش الم لان الاعصاب اتحرقت خلاص، وده طبعا طوارئ فورا. طيب نستخدم ايه بعد ما بردنا الجرح؟ هقول لك بعد ما برد الجرح كويس جدا ممكن تستخدم حاجه من الحاجات دي. اول واشهر واحد ميبو، ودوت بيقلل لك الالتهاب وبيساعد على التئام الجرح. تاني واحد اللي هو البنتين او البنتينول، دول اللي قلنا عليهم اني بستخدمهم في الحالات البسيطه زي حروق الدرجه الاولى. تالت حاجه السولاريكين والدرمازين، دول بيقللوا الالتهاب ويمنعوا العدوى، بس لازم استخدمهم تحت اشراف الدكتور او الصيدلي. نوع منعا باتا تحط اي حاجه فيها كورتيزون او مضاد حيوي من نفسك الا لو الدكتور قال. وبكده نكون خلصنا النهارده. ما تنساش تقولي انت كمان سمعت ايه ممكن يتعمل في موضوع الحروق. دمتم بخير.